السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما وعدتكم في درس ده هتكلم عن الاوتو لاي اوت، وهو اهم اداه اتعلمها في فيجما، تستخدمها على طول الوقت حرفيا. اوعدك ان الاداه دي هتكون اهم حاجه تستخدمها كل يوم، عشان كده لازم تتمكن منها جدا جدا جدا. فيلا بينا. يعني ايه اوتو لاي اوت؟ الاوتو لاي اوت هي اداه في فيجما خلينا ان احنا نعمل الديزاينز تكون ريسبونسيف. يعني ايه ريسبونسيف؟ يعني هوريكم. بصوا تعالوا نشوف بطريقه عمليه احسن. في ناس كتير لما بتيجي تعمل باتن، مثلا تيجي تعمل زرار او اي عنصر اي حاجه في الديزاين، خلينا مثلا نفكر الزرار. فاول حاجه هتعملها مثلا هي تعمل مربع كده وتديله لون مثلا معين ايا كان، اوكي، وبعدها تكتب الكلمه اللي هي عايزاها. مثلا تعالوا نكتب كلمه فولو اللي هي خط 16 مثلا، حطوها هنا كده مثلا فوق الكلمه، وبعدها مثلا ممكن تديله راديوس اللي هو اتعلمناه المره اللي فاتت. لو انتوا ما شفتوش الدرس بتاع المره اللي فاتت روحوا شوفوه، اتكلم فيه عن كل الادوات الاساسيه بتاعت فيجما. وبعد كده مثلا ممكن يحطوا ايكون جنبه، والايكون في الغالب اي حد مبتدئ بيروح يرسمها بنفسه او بيجيبها بصوره من على جوجل، وطبعا دي حاجه غلط جدا، المفروض ما تعملش كده. زي ما وعدتكم في الدروس الجايه ان شاء الله هعلمكم ازاي تجيبوا ايكونز، وازاي يكون عندكم ايكون لايبرري كامله في فيجما، وازاي تعملوها ببلش ويبقى عندكم اسيتس. ما علينا، يعني مش ده موضوعنا النهارده. هل دي افضل طريقه ان انت تعمل بيها باتن؟ لا طبعا. حتى يعني بعيد عن ان هم في نفس الجروب او مش في نفس الحاجه، حتى لو حطيناهم في جروب، لو عملنا لهم جروب او عملنا لهم مثلا حطيناهم في فريم اهو كده، فريم مثلا سمينا باتن. انا دلوقتي لو غيرت رايي وعايزه اغير الكلمه دي، خليها مثلا follow this person. بصوا اللي بيحصل ان هي كده طالعه بره حجم الزرار. لو غيرت حجمه هفضل ادخل جوه واغير كل حاجه لوحدها، طبعا دي حاجه غير عمليه جدا. طب افرض انا عايزه البلس تبقى على الناحيه التانية على اليمين، فاقعد بقى ان انا امسكها. حتى لو كنت جايبه ايكون كامله من على النت، اقعد امسكها كده وبعدين احطها كده، وبعدين انا عايزه المسافه ما بينهم تكون مثلا 11، فلازم ان المسافه ما بينهم هنا كده بالظبط. علينا هي الطريقه دي غلط خالص، ومش هي دي الطريقه اللي هنعمل بيها بطن. انا هوريكم الطريقه الصح، الطريقه العمليه اللي دايما تطلع مظبوطه. بكل بساطه هنكتب الكلمه الاول. دي اول حاجه نعملها، ان انت دايما سواء كان بutton سواء كان سيرش بار ايا كان ديزاين، لو ديزاين فيه تكست فهتكتب التكست الاول، لو الديزاين فيه صوره هتحط الصوره الاول، او هتحط لها كونتينر يكون احسن. هوريكم نعمل ده ازاي. اديني اهو مثلا كتبت التكست، وبعدين هجيب ايكون زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. الايكونز هعمل عليها فيديو لوحده، بس النهارده عشان السرعه هستخدم بلجن. انا عندي الايكون وعندي التكست، اوكي، فهم دول اللي انا عايزه اعملهم مع بعض في كومبوننت او في عنصر مع بعض. فهمسكهم سوا، اعمل لهم سيلكت الاثنين، وهعمل كليك يمين وهدوس على add auto layout، يا اما ادوس على shift A في الكيبورد، وده طبعا اسهل. ولازم تحفظوا الشورت كات دي عشان تستخدموها كتير كده طول الوقت، هتبقوا shift A على طول. وعشان تفكوا الاوتو لاي اوت هتدوسوا كوماند باك سبيس، هيشيل لاي اوت. بعدها بقى احط له فيل مثلا، احط له كولر، احط له لون ايا كان، اغير الراديوس. الكلام ده اتعلمناه في المره اللي فاتت خالص. بس زي ما انتوا شايفين ان كل حاجه لازقه كده مع بعض، اوكي. فده انا هديله بادنج يعني او مارجنز، يعني المساحه على اليمين والشمال وفوق وتحت، اوكي. فعلى اليمين والشمال مثلا هديله 16، وفوق وتحت تعالوا برضو نديله 16 برضه، ونزود مثلا دي شوية خليها 25. طب ليه البطن ده أحسن من اللي احنا كنا عاملينه قبل كده؟ لأن أنا هنا ممكن ببساطة أغير رأيي في الكلمة، في حجم الكلمة. وبصوا مهما غيرت الكلمة هو بيحضن الحاجة اللي جواه. ولو فكرت مثلا أنا أحط أيكون تاني، أنا يا دوب همسكها وارميها جوه كده، بصوا تتحط لوحدها. أنا برضو بتحكم في المسافة ما بين الأشياء. هنا أنا عندي هنا مسافة 8 و8، ممكن اغيرها، ممكن مثلا اخليها 16، ممكن اخليها 4 على حسب الديزاين بتاعي. فانا اخليها 8 دلوقتي عشان دي الحاجه الستاندرد شويه. وبصوا لو انا مثلا عايزه اغير ترتيبهم، فاكرين كنا بنحاول نعمل ايه قبل كده؟ لا انا دلوقتي ممكن مثلا اختار اي عنصر واحركه في الكيبورد يمين وشمال، يمين شمال، فبيغير لي الاوردر بتاعهم. الحاجه الثانيه المفيده قوي في الاوتو لاي اوت، لو انا مثلا عاوزت اكبر الزرار ده على حسب ديزاين عندي، فانا اعمل كده. ممكن اخلي المسافه اللي ما بين العناصر اللي جوه اخليها اوتو. معناها ان هو بيوزع المسافات، الجاب
بين العناصر اللي جوه على حسب المساحه اللي عندي. ايا كان انا خليته صغير هيخليهم قد بعض، خليته كبير قوي هيخليهم برضو قد بعض. وطبعا مش هيفرق عدد العناصر اللي جوه، يعني ممكن ازودهم كتير جدا. اوكي، فهو بيقسم المساحه على حسب الحاجات اللي جوه، صغرها اكبرها، فدايما هيديني نفس المسافة ما بينهم هتكون متوزعة. اوكي، وهتكون دايما متساوية. طب افرض انا مش عايزة يبقى شكل كده، انا عايزة فولو دي تبقى من بعض والسهم يبقى بعيد، فهنعمل بقى حاجة اسمها نستنج. نستنج معناها ان احنا هنعمل اوتو لاي اوت جواه اوتو لاي اوت تاني. يعني مثلا تعالوا نبدأ من الاول، انا عايزة دول يكونوا مع بعض ويكون المسافة ما بينهم 8، فامسكهم كده وادوس شيفت A. اوكي، واتاكد ان المسافه ما بينهم 8. سبحان الله طلعت 8 لوحدها. عندي كده نظره احط الحاجات جنب بعض واعرف عدد البيكسلز بالظبط. هسميها مثلا ايكون بلس ليبل. سموا اللايرز يا جماعه بجد، لو عايزين تسهلوا شغلكم جدا سموا اللايرز. بعدين همسكها وهمسك الايكون التانية دي واعمل لهم برضو اوتو لاي اوت، شيفت A تاني، هسميه بط. فانا كده عندي ايه؟ عندي اوتو لاي اوت جواه اوتو لاي اوت تاني. اوكي، طب ليه انا عملت كده؟ عشان انا دلوقتي ممكن ادي اللي هو اللي بره خالص اديله color، اديله fill، واديله padding. دلوقتي بقى انا لما بصوا لما اكبره هيحصل ايه؟ السهم ده هيفضل بعيد، هيفضل متوزع لان انا عاملاه اوتو، لكن دول مش اوتو، دول عاملاهم 8. يبقى احنا عندنا كده ايه؟ عندنا padding اللي هي المسافات اللي فوق وتحت، واحنا بنكتبها بالارقام مش بنعملها كده بطريقه عشوائيه. وعندنا جاب اللي هي مجموعه ساعه السبيس، padding برضو ساعات تكون اسمها margin، فاحنا بنكتبهم بالارقام. طب هي ايه الارقام؟ يعني اي رقم كده وخلاص؟ لا، هو الاحسن تمشي بمبدأ اي حاجه تتقسم على 8 هتنفع معانا. ممكن نبدأ من 4 وبعدين 8 16 32 64 وهكذا. هل هي الارقام دي بس؟ لا، هي مش ارقام دي بس. عادي يعني مثلا ممكن انا ساعات مثلا بستخدم 24، بحس ان هو ما بين ال 16 وال 32 مسافه كبيره قوي. ساعات بحس ان انا عايزه استخدم 24 او 20. المهم ان انا لو هستخدم ابعاد معينه سواء في الباتنج او في الجاب او في ارتفاع البطن نفسه، خلاص هو الرقم ده انا هثبته. يعني انا عندي البطن ده ارتفاعه 35، البادنج بتاعه العرض 8 واللي بالطول 16، فخلاص اي بطن عندي في الابلكيشن كله لازم يبقى نفس الكلام. ممكن بقى بعد كده في حاجات، في انواع باتنز ممكن الابلكيشن يبقى فيه اكتر من شكل من بطن، بس تبقى حاجات كده معينه هعرفكم عليها في الفيديو الجاي اكشلي، اللي هو بتاع الكومبوننتس والستيت والبرايس، هيبقى فيديو طويل كده موضوع. المهم ان احنا دلوقتي هنمشي بمبدأ الارقام دي. ليه الارقام دي؟ اكيد طبعا انتوا في طول تعرفوا الارقام دي بتدي راحه للعين شويه، ان الارقام تكون ثنائيه وبتتقسم كده، يعني دي بتدي راحه للعين. وهتلاحظوها لو انتوا عملتوا اي ديزاين، لو عندكم اي ديزاين اوريدي عاملينه ادخلوا شوفوا انتوا عاملين الارقام دي ولا عندكم ارقام عشوائيه في الديزاين. لو لقيتوا ارقام عشوائيه حاولوا تغيروها للارقام دي وشوفوا قد ايه الديزاين هيتحسن. على فكره احنا ممكن نعمل نفس اللي عملناه بطريقه تانية، مش لازم نفكه ونعمله من الاول. لا، احنا ممكن امسك الفولو والايكون دول وادوس شيفت A احطهم في اوتو لاي اوت، وانا اصلا جوه اوتو لاي اوت مش مشكله. المهم ان انا ما انساش اسميه عشان ما اتلخبطش، اسميه ايكون بلس ليبل مرة تانية. طيب تعالوا اوريكم مثال تاني بنستخدم فيه الاوتو لاي اوت غير الباتنز. عندنا مثلا السيرش بار. شايفين السيرش بار ده؟ هو شكله عادي، بس بصوا انا لو عملت كده شايفين اللي بيحصل؟ responsive قوي. هي دي كلمة responsive اللي كنت بقول لكم عليها. responsive يعني بيرد معانا، يعني responsive. ايا كان بقى شكله انا عملته كده هيفضل مظبوط. طبعا هو محدش يعمل كده، بس مع عناصر تانية هنكون عايزين نعمل كده، مش في سيرش بار يعني. بس لو عملت كده تمام، لو عملت كده تمام، هي السيرش شايفين الايكون هتفضل دايما في الحته دي. طب انا عامله ده ازاي؟ تعالوا نبنيه مع بعض بنفس الطريقه. عارفين ايه اول خطوه هنعملها عشان نعمل سيرش بار زي ده؟ فاكرين قلت لكم اول حاجه هنكتب text for songs people or genres، وبعد كده تاني حاجه هعملها ان انا هجيب الايكون اللي انا هستخدمها. اوكي، فانا هروح لسيمبلز هنا وهاخد السيرش ايكون دي، خلي لونها ابيض وهخلي حجمها 16. هي دايما بتنزل حجمها 24، معرفش ليه، بس انا عندي التكست لو هو 16 التكست 12 مش مشكله. التكست 12 فهخلي الايكون برضو 12، هخلي الايكون بنفس حجم التكست بتاعي. طب فاكرين ايه الخطوه اللي بعد كده؟ فكروا، انا مش هقول لكم لمده 3 ثواني وانتوا فكروا.
بالظبط هنعمل لهم سيلكت الاثنين وهنعمل شيفت A نحطهم في اوتو لاي اوت. لو نسيتوا شورت كات اي حاجه عامه تدوسوا كليك يمين وهتلاقوا على طول هنا اد اوتو لاي اوت وجنبها شورت كات مكتوبه برضه عشان لو نسيتوها. هل انا محتاج ان انا احط مربع والونه ابيض واديه راديوس واديله ستروك عشان اقلد الشكل ده وبعدين احطه وراه؟ لا مش محتاجه اعمل كده. الاوتو لاي اوت ذات نفسه هو فريم، انا ممكن اديله لون وممكن اديله ستروك. طب انا ليه محتاجه ان انا اجيب شكل وراهم؟ مش محتاج تجيب شكل وراهم، احنا هنديله لون وبعدين هدي ستروك. طيب هو اكيد شكله مش زيه. فاكرين عملنا ايه المره اللي فاتت؟ عايزين نديله بادنج. اوكي فهنديله مثلا هنا 16 اوكي وفوق وتحت هنديله 8 كده. قربنا شويه من الشكل. هنديله الراديوس 24. استخدمها الايكون كانت كبيره شويه، احنا ممكن نكبر الايكون. لو عملت له اكسباند كده، اولا السيرش مش على جنب. عارفين ليه؟ فاكرين ليه؟ عشان المسافة ما بين التكست والبتاع هنا المسافة عندي رقم ثابت، مش هقعد اكترها كده، لا انا عايزاها على طول تبقى اقول له ان هو ايا كانت العناصر دي وزعهم على الاطراف. اوتو هو زنقها على الطرف خالص عشان مديله بادنج 16 فهو سايب ال 16 دي ما ينفعش يحط فيها اي حاجة تاني. اوكي مرة تانية انا لو مفيش بادنج فهي هتروح على الاطراف كده. بادنج معناها ان هي المسافة دي دايما بيسيبها فاضية ما بيحطش اي حاجة فيها لانها مسافة امنة كده. اوكي في حاجة مشكلة تاني في الديزاين ده، شايفين كلمة سيرش تحسوها مش مظبوطة كده يعني. تعالوا نبنيه مع بعض وهقول لكم على معلومات جديدة واحنا طيب احنا كده شرحنا الاساسيات بتاعة الاوتو لاي اوت فهنصعب الموضوع شوية. احنا عندنا في السيرش بار ده اللي انا عملته في الاول، انا لما بعمل كده بصوا الكلام بيحصل له ايه اللي بيحصل ده. طب هل انا لو عملت كده هيحصل نفس الكلام؟ لا. شايفين التكست ايه اللي بيحصل له؟ انا دلوقتي هشرح الفرق ما بين وفيكست وفي الكونتينر، يا رب اعرف اشرحهم بطريقة كويسة. انا قعدت افكر كتير قوي ازاي اشرح الفرق ما بين هاج وفيكست وفيل. ان شاء الله اعرف اشرح لكم الموضوع ده بقدر الامكان. تعالوا ناخد المثال بتاع الباتن. فاكرين الباتن ده انا قلت لكم ينفع اكتر الكلمه فيه وهيبقى ريسبونسيف معانا الزرار نفسه عمال يكبر. طب هو ليه بيكبر معايا؟ عشان عامله له هنا هاج معناها ايه؟ يعني حرفيا كلمه هاج معناها يحضن الحاجه. فانت تخيل معايا ان انت عندك علبه وحاطط الكلمه جواها، فالعلبه دي على مقاس الكلمه بالظبط. كل ما الكلمه تكبر كل ما العلبه بتكبر، كل ما الكلمه بتصغر كل ما العلبه بتصغر. هو ده الاوتو لاي اوت، بس انا اللي مختاراه يكون هاج. انا ممكن اخليه فيكست معناها ان هو ثابت ايا كان الرقم اللي انا مديهوله. انا مثلا قايله ان عرضه 160 فالكلمه اللي جوه لو انا غيرتها اللي بره ده مش هتغير، العلبه حجمها مش هيتغير. ليه؟ لان انا عاملاها فيكست ثابته ايا كان اللي هيحصل جوه مش هتتغير. تعالوا نعملها هاج. شايفين لمت على الكلمة مش سايبة بس غير المسافة ال 16 اللي حطاها في البادنج. لو ما فيش بادنج هيحطن على الكلمة بالظبط. لو انا مسكتها ووسعتها كده هيغيرها لفيكست، ولو غيرتها تاني وخليتها هاج هيحضن على الكلمة مرة تانية. طب يعني ايه فيل اللي كانت ظاهرة لي قبل كده؟ تخيلوا معايا مثلا ان احنا عندنا كارت زي ده مثلا، كارت ايا كان مثلا بتشتري حاجة من على النت دايما بتبقى في كارت. انا دلوقتي عايزة احط الباتن ده جوه الكارت ده، فانا هسحبه. هو الكارت ده كله انا عاملاه اوتو لاي اوت اوكي، فاسحبه واحطه هنا فهو اتحط هنا ماشي مش مشكلة، بس انا عايزاه يملي المسافة دي كلها. بس انا مش عايزة اعمله بايديا عشان انا لو عملته بايديا وبعدين غيرت حجم الكارت مش هيتغير. فانا هعمل ايه؟ هقول له خليه في الكونتينر، يعني لو سمحت املي كل الكونتينر اللي براك بقى، الكونتينر الاكبر منك. ففيل دي مش بتأثر غير الكونتينر اللي براها. هاج بيحضن الحاجات اللي جواها وفيل بتملي الكونتينر اللي براها. عشان كده لو مسكنا الباتن ده ورحنا هنا مش هنلاقي فيل اصلا، مفيش غير فيكست وهاج، عشان هو هيفل ايه؟ مفيش حاجه بره الباتن. فاهمين؟ هو ممكن يحضن على الحاجات اللي جواها بس انما مش هيفل، مفيش حاجه يفل، انا سايباه في لا شيء. انما هنا انا ممكن اعملها فل وهيملي كل الكونتينر اللي بره ايا كان حجم الكونتينر اللي بره. انا اصغره هيصغر معايا، اكبره هيكبر معايا. شايفين كده؟ اتمنى تكونوا فهمتوا الفرق ما بين الهاج والفل. اوكي الهاج بيأثر على الحاجات اللي جوه الكونتينر ذات نفسه، والفيل بيأثر على اللي بره. اوكي بيملي نفسه في الكونتينر اللي براه. تعالوا نرجع تاني للمثال بتاع السيرش بار. فانا لما بعمل كده التكست بيفضل بنفس الحجم. تفتكروا ليه؟ عشان معمول فيكست اكيد، من غير ما امسكه انا عارفه ان هو اكيد معمول فيكست. فانا امسكه بصوا
هو معمول فيكس. طيب اعمله هاج هيصلح المشكله؟ لا، ما هو هاج دي هو مش بيتأثر بالحاجة اللي براها، هو هاج دي هيحطن على التكست ذات نفسه، ما افادنيش بأي حاجة، فأنا لازم أعمل له فيل. طيب هل ده اللي أنا عايزاه؟ برضو لا، أنا لو أعمله فيل وأصغر المساحة بيروح للسطر التاني، اوكي، عشان السطر التاني معمول هاج. طيب أعمل إيه؟ طيب دلوقتي أول حاجة هنخلي التكست ده هنخليه فيل عادي خالص، اوكي، هيملالي المساحة، بس في الارتفاع انا هعمل له حاجة اسمها ماكسيمم هايت، وده اللي انا كنت عايزة اعلمه لكم في النقطة دي. اشوف ارتفاع السطر الواحد كام. ارتفاع السطر الواحد 15، هروح ازود ماكسيمم هايت واخليه 15، عامله له فيل بالعرض، والهايت عامله له هاج بس ماكسيمم 15. فكده هو ما قداموش حل تاني غير ان هو يعمل لي كده. يا رب محدش يتوه مني، يا رب محدش يتوه مني. بصوا يا جماعه، لو ما فهمتوش حاجه انا مستعده اعمل فيديو تاني واجرب اشرحه بطريقه مختلفه، بس صدقوني انتوا هتلاقوا الموضوع سهل جدا جدا لو انتوا فتحتوا فيجما وجربتوا تعملوا الشكلين دول. في حاجه كمان في الاوتو لاي اوت مهمه خالص نعمل. طيب تعالوا نعمل الكارت ده سوا بالحاجات اللي احنا اتعلمناها دلوقتي، وفي نفس الوقت هعلمكم حاجه كمان جديده عن الاوتو لاي اوت هتفيدكم جدا. انا عارفه ان انتوا اكيد هتقولوا لي كفايه حاجات جديده، بس انا عارفه الاوتو لاي اوت مليان شويه، بس صدقوني لما انتوا تدخلوا فيجما وتجربوا بنفسكم هتلاقوه. فاكرين ان انا قلت لكم اول خطوه بنعملها ايه لما نيجي نعمل ديزاين؟ انا بجيب العناصر اللي عندي. بصوا في قاعده كده في الديزاين اسمها الهيراركي او الجروبينج بيست اون هيراركي. دي معناها ايه؟ احنا دلوقتي عقلنا دايما بيحب يحط الحاجات اللي ليها علاقه ببعض في جروبات مع بعض. فانا دلوقتي عندي التكست اللي هو عنوان الكارد والديسكريبشن بتاعه ليهم علاقه مع بعض، فانا همسكهم واعمل لهم اوتو لاي اوت، اسميها انا مثلا كونتنت، وبعدين اجيب الصوره وامسكها هي والكونتنت واحطهم في اوتو لاي اوت، وبعدين هما بقى الاتنين في اوتو لاي اوت. ادي للاوتو لاي اوت ده لون براحتي ابيض، اديله بادنج. طب انا دلوقتي عايزه احط علامه القلب دي، اوكي، الايكون بتاعه القلب دي عايزه احطها على الصوره. فانا لو سحبتها وحطيتها هنا، بصوا بيديني علامه زرقاء صغيره كده، ده المكان اللي هتتحط فيه، الاماكن اللي ينفع احطها فيها. طب انا ازاي احطها تكون فلوتنج، تكون يعني فوق كل حاجه؟ هدوس على حاجه هنا اسمها ignore auto layout، يعني من الاخر بقوله اتجاهها للاوتو لاي اوت، خاص اعتبر الاوتو لاي اوت مش موجود، عشان انا لو حطيتها جوه الاوتو لاي اوت انا ممكن بس اغير مكانها، بس هتفضل لازقه في الاوتو لاي اوت. فانا هدوس على العلامه دي من الاوتو لاي اوت، وبكده انا اقدر احركها براحتي واحطها في المكان اللي انا عايزه. بس في حاجه ناقصه صغيره خالص انا قلت لكم عليها المره اللي فاتت، ولو شفتوا الفيديو اللي فاتت هتفهموا انا هعمل ايه دلوقتي. انا لو مسكت الكارت كده وغيرت حجمه، القلب طبعا ما بيتحركش. ليه؟ فاكرين اللي اتفرج على الفيديو بتاع المرة اللي فاتت هو عارف ليه القلب ده ما بيتحركش وعارف يصلحه ازاي، وخصوصا الناحية دي. بصوا الناحية دي بيتحرك معايا. فاكرين الكونسترينتس؟ بصوا لو مسكتوه هتلاقي الكونسترينتس معمولة على الشمال وفوق، انا عايزة اعملها على اليمين وفوق. فانا كده بقوله ان هو اربط القلب ده بالطرف اليمين واللي فوق، لو الطرف اليمين او اللي فوق اتحركوا افضل لازق فيهم. هو ده الكونسترينت، هو ده معنى الكونسترينت. فانا لو غيرت كده، بصوا كده بيتحرك معايا، هيفضل يجي ويروح معايا. المرة دي بقى انا هديكوا واجب. الواجب بتاعكم هو ان انتوا هتعملوا لي 4 حاجات. اول حاجة هتعملوا باتن هيكون المسافة فيه اوتو. تاني حاجة تعملوا باتن يكون هاج، بحيث ان انتوا تغيروا لما تغيروا الكلام اللي فيه يتغير حجمه عليه. تالت حاجة عايزاكم تعملوا سيرش بار، شبه السيرش بار ده يكون فيه التكست اللي جواه يكون معمول له ماكسيمم هايت، بحيث ان ده الشكل اللي يحصل معانا. واخر حاجة اعملوا لي كارد يكون معقد بقدر الامكان. الكارد يكون فيه صورة، يكون فيه فلوتنج ايكون ايا كانت الايكون دي ايه، يكون فيه 2 تكست منهم يكون فيه جنبه ايكون تانية، ويكون فيه باتن. الحاجات اللي انا قلتها دي بالظبط. مش لازم تستخدموا العناصر دي، استخدموا اي ايكونز، اي كلام ايا كان، المهم زي ما قلت لكم كده بالظبط. صوره، 2 تكست، فلوتنج ايكون اللي هي معمول لها اجنور اوتو لاي اوت، وايكون تكون جنب تكست سواء التكست ده او التكست ده، وباتن. بس كده. ولو نزلتوا الديزاينز دي على انستجرام ما تنسوش تعملوا لي منشن في الستوري علشان اشوفها واعمل لها ريبوست عندي. وان شاء الله قريب قولوا لي لو عايزيني اعمل ديسكورد شانل ولا لا، عشان اشوف شغلكم فيها على طول.
شكرا خالص ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب اكون ما لخبطتكوش اكتر، عشان انا حاولت بقدر الامكان ان هو يكون الدرس يعني مفيد ومختصر في نفس الوقت. بس صعب قوي ان الواحد يختصر الاوتو لاي اوت بصراحه. انا عايزه اقول لكم ان اصلا في كام حاجه، في حاجتين 3 كده ما اتقالوش اصلا في الاوتو لاي اوت، بس انا مش شايفه ان هم هيفيدوكوا قوي. فدي اهم حاجات حاولوا تشتغلوا بيهم. لو اوريدي عندكم ديزاينز حاولوا تطبقوا ده فيها. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، واشوفكم المره الجايه. سلام.